السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ده الحلقه الثالثه من نود. انا كنت عايز اقول لكم اللي انا بفكر فيه الكورس، لان انا بحاول اعمله واحنا ماشيين مع بعض. فانا الكورس ده هدفي منه في الاخر اللي انا اعرف اخدك من حد ما يعرفش حاجه في نود لحد بيعرف يعمل حاجه برودكشن كويسه وتعرف تستخدمها في شغلك. فانا هاسيوم ان في حاجات طبعا انت ممكن اخش اتكلم فيها انت تبقى عارفها، فممكن تبقى ساعتها تسكيب الحاجات دي. بس لو مش عارفها احسن لك برضو ترجع تشوف الفيديو ده، لانه زي ريفرشمنت ليك وانت شغال. الهدف من الكورس ده في الاخر اللي انا غالبا هنبتدي نبني مع بعض هيبقى حاجه تاسك فلو اي بي اي. ده غالبا هيبقى اي بي اي لحاجه زي جيرا او حاجه زي كده، وهي عايزين ناخدها ان هو فعلا نبني اي بي اي كامل من اوله لاخره. فغالبا مع الكورس كل ما يكبر هنبتدي نخش في حاجات زي الجي دبليو تي واليوزر اوثنتيكيشن والرول بيزد البروجكت عموما والكراد، فهنتعامل مع داتا بيز فايل ابلودز نعملها ازاي بقى في لو هنعملها باك اند او هنعملها بري سايند، حاجات كتير قوي ونفهم من كل حاجه. باجينيشن فلتريشن نعمله فرونت اند باك اند يتعمل ازاي بطريقه صح. وحته باك جو باك جراوند جوبز زي اللي احنا بقى ممكن نستخدم حاجه زي اسمها بول ام كيو، او اللي احنا نعمل حاجه اسمها كلاسترنج وركرز، حاجات كتيره قوي في نود. فهنحاول نجت اكسبوز للحاجات دي عشان نبقى فاهمينها، وازاي نستخدم ريدس عشان نعمل كاشنج، او ان احنا نعمل ميموري كاشنج حتى من غير ريدس، ان احنا بس نبقى فاهمين كونسبت الكاشنج مهم ازاي. ريت ليميتنج، حته بقى سكيورتي ازاي نخلي الاي بي اي بتاعنا سكيور، ما حدش يعني نعمل حاجات بقى غلط، ودي حته مهمه جدا والناس دايما بتفكس لها. بعدين في الاخر هنحاول نخش كمان في حته التستنج يونت تيستس، الكلام ده كله ازاي بنعملها بطريقه صح. واهم حاجه في الاخر اللي احنا هنستعمل دوكر علشان نديبلوي ويبقى البرودكشن ريدي، لان احنا نود غالبا هيبقى دوكر. فده الكورس اللي انا غالبا بفكر اخده. احنا غالبا الكام حلقه الجايين هنبقى بنتكلم على كونسبتس، انا يعني سايب مفتوحه على الشمال. هنتكلم على الحاجات الاساسيه اللي هي الكور الاساسي، اللي هو مثلا زي كونستنت ولات وارو فانكشنز واسync والكومن فيرسز اي اس موديولز والبروسيس والانفايرمنت فاريبلز والفايل سيستمز والحاجات دي كلها، بحيث انت تعرف ازاي تستعملها في شغلك، لان الحاجات دي هي الكور. انت فهمتها كويس هنعرف نبني عليها بقى بعد كده، نبتدي نخش في الاي بي ايز، نبتدي نخش في الميدل ويرز، نبتدي نخش في الفيتشرز دي كلها. فغالبا الكام حلقه الجايين هبقى بتكلم فيهم، وانا عامل لكل واحد بحاول اعمله بطريقه منظمه، لان انا الريبو ده غالبا هعمل له ابلود، وانت يبقى زي ريفرنس ليك وتبتدي تعمله. فاحنا النهارده هنبتدي نتكلم في حته الكونستنت فيرسز لات، كونستنت ولات فيرسز فار يعني. فاول حاجه لازم نعملها اللي احنا محتاجين نخش هي دي جوه فولدر، فاحنا هنخش جوه الفولدر ده اللي هو الانترو. وبعدين هنعمل حاجه مهمه جدا، احنا لو ما عندناش نود فاحنا هنروح ندور على جوجل نود انستول، هنعمل داونلود نود ونختار ال LTS، ده ال supported system، يعني ده اكتر حاجه موست ريسنت بيزد على السيستم بتاعك. وبعدين بتعمل لها داونلود وبتعمل لها انستول، وكده بقى نود عندك جاهز. ما تحاولش تختار الكرنت، لان الكرنت بيبقى لسه اسمه بيتا فيرجن، فممكن بيبقى باجي شويه. وعشان تتاكد انت هتبتدي تعمل نود فيرجن، فكده النود شغال. وهتبتدي برضه نشوف ان بي ام، فاحنا ان بي ام برضه موجود. طيب دي اول خطوه. تاني خطوه عشان نعمل البروجكت احنا بنعمل حاجه بسيطه قوي اسمها ان بي ام انت، بس كده. ده تعمل انتر الحاجات دي كلها من الاخر. ده الباكج نيم، انت عايز تسمي البروجكت ايه. الفيرجن 1 ده يعني حاجه ستاندرد. ديسكريبشن لو عايز تخش في ديسكريبشن. الانتري بوينت، انت الانتري بتاع البروجكت ده فين. احنا هنقول ان هو اندكس جي اس، لسه مفيش. تيست كوماند لسه ما عملناش اي تيستس. الجيت ريبو لسه هنكونكت الجيت ريبو. كي ووردز دي عشان لو عايز ناس تدور عليك، يعني انا مثلا هنا ممكن نسمي الكي وورد نود وكورس. الاوثر عبد الرحمن. كل الحاجات دي بتتحط في حاجه اسمها باكج دوت جيسون، وهو ده اللي بيبقى اتراح للان بي ام. ودي اللايسنس، ده حوار الاوبن سورس، ممكن نبقى نتكلم فيه اكتر. الستاندرد هو بتاع اعتقد ام اي تي. انا قلت تمام تمام، فهو عمل لي الباكج دوت جيسون، وهي دي الباكج اللي مسؤوله عن النود، وهي دي اللي بتعرف تحط فيها بعد كده اللايبريز والحاجات اللي بعد كده. فتمام، فاحنا دلوقتي ده ال very very simple الحته بتاعت starting project. هنبتدي نخش بقى على الكونستنت واللت. طيب خلينا ناخدها واحده واحده، ناخدها واحده واحده مع بعضينا. احنا دلوقتي عندنا constant ولت. constant يعني معناه ان حاجه زي دي عمرها ما بتتغير. الفرق الاساسي ما بين constant ولت وفار حاجه اسمها block scoped وfunction scoped، هنخش عليها تحت.
بس احنا دلوقتي بنتكلم على constant ذات نفسه versus var. يعني دلوقتي الباي دي constant، فانا لو حاولت اعمل ان باي دي equal 3 مثلا 14، هيجي يديني error لما باجي اشغله، علشان هيقول لي ان الكونستنت ده already اتعمل له assign. معلش، نسيت اعمل سيف. شكيت في نفسي لحظه. فهي هاجي اعمل نود، الاقيه اتعمل لي assign، فبيقول لي ان هو ما ينفعش ان ده constant variable، لكن لو ده كان let فعادي الدنيا تمشي والحياه تبقى زي الفل. فهو ده الفرق الاساسي بتاع constant من let. فهي برضو طيب، احنا دلوقتي لو عملنا constant ده على object، يعني person ده is an object هو اللي انت زي عندك زي bracket زي container بيتحط فيه variables كتير. فدلوقتي هو الكونستنت تمام person، فانت لو حولت البيرسون ذات نفسه person equal ده هيديك ايرور. بس طب لو غيرت في اللي جوه، غيرت هنا مفيهاش اي حاجه، لان ده هو كونستنت ده على البراكت ده ذات نفسه. تقدرش تغير البراكت ذات نفسه لان ده حاجه اسمها باي ريفرنس، فهو الريفرنس في الميموري للاوبجكت ده، فانت ينفعش تغير الريفرنس، بس تقدر تغير بقى الكلام اللي جوه. الكلام اللي جوه دايناميك، فدي حاجه برضو ناخد بالنا منها. طيب نفس الكلام بالنسبه للاريز. الاريز نفس الكلام، لو عملنا نفس الحته زي دي برضو، انا لو حاولت اغير النمبرز خليها اري جديد، اعدلها ميموري جديده مكان جديد، هيقول لي ما ينفعش. بس اغير في النمبرز اللي تحت هيقول لك تمام يا باشا، زود وشيل وحط. تمام. فيرسز احنا كنا اتكلمنا على لات اهو، لات احنا دلوقتي نقدر نغير ونشيل ونحط. ودي حته ادفانسد شويه ما تتخضش منها، بس انا بوريها يعني عشان ده اكزامبل. اللي انت لو عايز النيم ده، يعني احنا مثلا قلنا هنا طيب احنا ازاي نتحكم في ان النيم ده نفسه ما يتغيرش. فدي حاجه ادفانس شويه اسمها في الاوبجكت، دي حاجه نيتف جوه في الجافا سكريبت اسمها ديفاين بروبرتي. فانت تقدر تخلي ان نيم هيبقى دايما الفاليو بتاعه جون، وان هو مهما حد حاول يعمله هو immutable، يعني محدش يقدر يغير فيه. فاحنا مثلا حتى لو عملنا زي دي مش هيدينا ايرور، بس هتلاقي انه ايه، لسه البيرسون 2 ده جون. طيب حته زي ما قلنا حته البلوك. البلوك بقى البلوك سكوب يعني ايه؟ يعني دلوقتي عشان اللت دي بتاعت البلوك سكوب دي جوه الفانكشن دي، تمام. فانا لو حاولت اعمل لها كول من بره، تمام، حاولت اعمل لها كول من بره هيقول لي ايرور. ليه؟ علشان اتس نوت ديفايند، هو مش شايفها. تمام. فهي عشان هي موجوده هنا جوه، لكن لو عملتها جوه هنا تمام عادي هو هيبقى شايفها. فهي ده فرق كبير بقى ما بين، هي دي بقى الحته المهمه جدا، الفرق كبير جدا ما بين الفار واللت. تمام. الفار هو معمول له حاجه اسمها هويستنج. يعني ايه معمول له حاجه اسمها هويستنج؟ يعني جافا سكريبت في الاول كده قبل ما بنرن بيعدي على الفايل كله وبيشوف لو في اي فار، والفار ده بيحطه زي ما تقول كده هنا فوق. فهو مثلا شاف ان في حاجه اسمها فار فاليو، فهو هيشوف ان فاري فاليو ده مهم، فهو هيحطه هنا، يعني ده فار هيستعمل فهو بيحطه هنا بيبقى جاهز undefined قبل ما نبتدي نرن البتاع دي كلها. على عكس لت لا، في ساعتها لت لما بتيجي تستخدمها بعد ما بيتعمل لها ديكلير، فهو لات هنا بيتعمل لها ديكلير هنا تحت، فساعتها بس بيبتدي يبان اللات فاليو. بس هنا فار شايف هي تحت بعد ده، فدي هتعدي undefined عشان قلنا بيتحط هنا فوق، هو ده اسمه الهويستنج. وهنا تحت هيقول لك لا ده ايرور، احنا لسه ما عملناش initialize. لو عملنا كده هيقول لك cannot access، بس لو عملنا الفار فاليو نلاقي ايه، undefined. ودي حاجه مهمه جدا ان ناخد بالنا منها. اكتر اكزامبل مهم هنتكلم فيه دلوقتي، والاكزامبل ده غالبا بيعملوه في الانترفيوز. دلوقتي احنا عندنا لوب اكزامبل بتاعت معموله هنا بفار i و i less than 3 و i plus plus، وبعدين هنعمل جواها set time out ونحط فيها الفاليو بتاع i، وهنا برضو هنعمل set time out في اللت وهنحط فيها الفاليو بتاع i. لو عملنا رن للاتنين، معلش نسيت اعمل كومنت لدي. لو عملنا رن للاتنين هنلاقي ان الفار الاي دايما ب 3، لكن هنا في اللت 0 1 2. ليه بقى؟
ده يرجع لكونسبت الهويستنج اللي احنا بنتكلم فيه. فاحنا قلنا دلوقتي ان هو بيعدي على كله، فلان في فار اسمه اي حطه بانديفايند، بعدين راح لللوب، بعدين احنا قلنا ان ده set تايم اوت، فده حته البروميسز هنتكلم عليها بعدين. بس حته البروميس ان هو بيخلص الحاجه اللي هي سينكرونس، ان هو هيعدي هيلف اللوب، وبعدين هيعمل حاجه اسمها الكول باك، ان هو هيرجع يرن الفانكشنز دي بعدين. فهي الفكره علشان الاي از فانكشن سكوب يعني على فوق مش في البلوك، فهو هنا هشوفها بزيرو، نعملها 1 بعدين نعملها 2 بعدين نعملها 3، والاي اللي هي فوق دي هي دي الاي اللي هو بيعملها ريفرنس هنا. لكن هنا عشان قلنا ان هو بلوك بيزد يعني هو هنا جوه، يعني هي الاي دي بتبقى هنا جوه في الحته دي، فهو هنا هيبقى شايف ان الجي، قصدي هنا هنعملها جي، فهو شايف ان الجي هنا مره بزيرو مره ب1 مره ب2 مره ب3، بزيرو ب1 و2. فده الفرق الجذري اللي ما بينهم. فهي دي حاجه لازم ناخد بالنا منها لان هي ممكن تبقى تريكي. وعشان كده دايما جافا سكريبت بيبقى فيه حاجات غريبه ناس بتحصل وبتبقى مش فاهمه ايه ده، هو ده حصل المفروض ما يحصلش كده بسبب الحاجات الصغيره دي. وعشان كده ان احنا اتحركنا من فار لكونست ولت بسبب الحته دي. فده الفيديو بتاع النهارده. في الفيديو اللي جاي هنبتدي نتكلم على الحاجات اللي جايه، اللي هي قلنا الارو فانكشنز والاسync والحاجات دي. مش عارف بقى هقسمها على كام فيديو، بس هو ده الخطوات اللي جايه. فاتمنى هتستفادوا، وان شاء الله بعد ما نخلص دول هنبتدي بقى نعمل الكورس ذات نفسه وهنبتدي نعمل البروجكت، واتمنى تكونوا متحمسين زيي.